أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق أن الوضع الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي كارثي للغاية وأسوأ من المواسم السابقة، ويتواجد الإسماعيلي في المركز 21 والأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من 7 مباريات، وسيلتقي في الجولة الثامنة مع إنبي الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق في تصريحاته إن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يفتقد إلى العمل الجماعي، وهو ما دفعني إلى تقديم استقالتي، كما أن نصر أبو الحسن رئيس النادي لم يستفد من الكوادر الإدارية المميزة في المجلس مثل محسن عبد المسيح الذي تقدم باستقالته هو الآخر. وتابع كان هناك حالة من الرفض بين أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لبيع التجولي يو أنور إلى البنك الأهلي للحفاظ على قوام الفريق، لكن رئيس النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن أصر على قراره ولم يتمكن من تعويضه بلاعب سوبر، مما أدى إلى خيبة أمل لجماهير الدراويش من بيع هذا النجم. وهذا أحد العوامل الذي أثر بالسلب على أداء الدراويش في الموسم الحالي.